طيب ايه الفرق ما بين الدوت نت والدوت نت كور؟ لو انا قلت لكم من شويه ان احنا كنا زمان عندنا حاجه اسمها دوت نت، دلوقتي بقينا اسمها ايه؟ دوت نت كور. ايه باختصار الدوت نت فريم ورك؟ هو مبدئيا بيشتغل على الويندوز ابلكيشنز، يعني هو معمول ان هو يشتغل على الويندوز ابلكيشنز. انت عملت اكس اي فايل وليكن ان هو سيستم كاشير مثلا، سيستم الكاشير ده علشان يشتغل بيقول لك انا عايز ويندوز، عايز ويندوز 7 ويندوز 8 ويندوز 10 ويندوز 11 ايا كانت الويندوز، انا عايز كاوبريتنج سيستم، عايز ويندوز اشتغل عليه. ده عشان تعملوا ايه بالدوت نت. كمان ان هو ماتيور اند ستيبل، راجل ما شاء الله وقور كده وهادي وستيبل وما فيهوش اي مشاكل. تمام. but limited to Windows ecosystem. بس مشكلته ان هو ايه؟ مرتبط بالايكو سيستم بتاع الويندوز. هتاخد الاكس اي فايل ده تروح ترميه على اللينكس ولا هيقدر يتعامل معاه. تروح تعمله مع الماك او اس برضه ولا حاجه. has a large library set and support Windows specified features. زي ما انا قلت لك ان هو في كميه libraries رهيبه، سواء هتجيبها من الناجت او لو انت مش مدعومه في الناجت هتجيبها من بره، فكده كده هتبقى معاك ايه؟ كميه libraries رهيبه جدا بتعتمد عليها، بتسهل لك شغلك جدا. طيب الدوت نت كور بيقول لك ان هو كروس بلاتفورم. يعني ايه؟ يعني هو بيقدر ان انت تطلع الفايل بتاعك دي اللي فايل اكس اي فايل ايا كان، تروح تاخده وترميه على الويندوز يشتغل، ترميه على ماك او اس يشتغل، لينكس يشتغل. ميديولار اند لايت ويتد بيقول لك ان هو معتمد ان هو متقسم كمديولز، وكمان خفيف في التعامل allowing for better performance. كمان كبرفورمانس هو يعتبر افضل شويه. support المايكرو سيرفيسز architecture and cloud based applications. مايكرو سيرفيسز دي هنتعرف عليها قدام. باختصار ان انت بتعمل شويه مايكرو سيرفيسز كده عشان تخلي الابلكيشن بتاعك يشتغل كويس، سواء لو انت بتتعامل مع اي بي اي او ايا كان الابلكيشن بتاعك. كمان ان هو بيقدر ان هو يدعم الكلاود بيزد ابلكيشنز، الابلكيشنز اللي هي معتمده على مفهوم الكلاود، اللي هي الساس واللاس. الساس ابلكيشنز اللي هي ايه؟ سوفت وير از سيرفيس، يعني اللي هي ابتدت تنتشر مثلا من حوالي 7-8 سنين كده، بدأت حوار الساس ده ينتشر. اللي هو باختصار ان انت بدل ما انت كنت بتستضيف الداتابيز بتاعتك على لوكال سيرفر، او احنا بنسميه الاون بريم سيرفر، بتستخدم الكلاود سيرفر سواء من ايجور، من اي دبليو اس، من جوجل كلاودز، من اوراكل كلاودز. الناس دي كلها بقت دلوقتي بتقول لك يا عم انت بدل ما تشيل الهم وتضطر ان انت تعمل سيرفر عندك ويكلفك، وكمان في مخاطر السيرفر ده ممكن تقطع عنه الكهرباء، ممكن يحصل عليه زحمه، فانت اللود بالانسنج هتعمله ازاي؟ انت كل اللي هتعمله ان انت مثلا كل شهر تدفع لنا $10 وسيب الكلام ده علينا واحنا هنشتغل عليه ومالكش دعوه. ده بالنسبه للداتابيس. كمان بالنسبه للاستضافات بتاعه الابلكيشن نفسه، ما انت عندك لما الابلكيشن بيطلع المفترض بيطلع على جهتين، الجهه اللي هي السورس اللي هيقرا منه اللي هي عاده بتبقى داتابيز، والجهه اللي هي السورس هيعرض فيه اللي هي الفرونت اند بتاعك اللي هي عاده بتبقى مكتوبه بالسي شارب. تمام. For example, a web applications built using ASP.NET Core can run on any operating system, while similar application using a .NET framework would only run on Windows. يعني باختصار بقول لك ان انت اللي هتكتبه بالكور هيشتغل على اي اوبريتنج سيستم، اللي هتكتبه بالدوت العادي هيشتغل على الويندوز بس. وكمان لو انت عامل الابلكيشن بتاعك ويب سايت، علشان الدوت نت العادي هيشتغل على ويندوز بس، انما الاستضافه بتاعته تبقى على الاي اس بتاعت الويندوز بس اللي هي الويندوز سيرفر. اما لو انت عامله على الكور هتقدر تاخد له استضافه من اي سيرفر عادي، ما عندكش مشكله.